اخويا وحبيبي المغربي، فيديو جديد من قناتكم كريم المغربي، جاي لك ببعض الكواليس وبعض المفاجآت المدوية. وجماهير الجزائر اللي رايحة المشاغبة اللي رايحين عشان يعملوا الفتنة زي ما قلت لحضراتكم، بيعتدوا على جمهور المغرب وقرارات نارية بعد طبعا اللي شفناه من موضوع سرقة الكرات واعتذار الإعلام وكلام رياض محرز والكلام اللي احنا قعدنا نقوله وقعدنا نقول هيبقى في قرارات ناريه، وكان في فعلا قرارات ناريه. طلع علينا الاعلام الجزائري المدلس اللي هقدر اقول عليه هو اعلام مدلس، طالع بيتكلم بان كل الفيديوهات اللي كانت ظاهره في موضوع سرقه الكرات من جانب الطاقم الطبي بقى او الاداري ايا يكن او الاشخاص اللي كانوا موجودين مع الجهاز الفني، طلع علينا الاعلام الجزائري المدلس يقول لك الفيديوهات دي مفبركه. بيقول لك الفيديوهات تم فبركتها، يعني الفيديوهات دي فيك ومش حقيقيه. انتوا متخيلين كم الكذب والتضليل اللي عاملينه الاعلام الجزائري؟ بدل ما يكون فيه نوع من وعي للجزائر، وعي للبعثه الجزائريه، تعرفوهم مكانه الجزائر عندهم المفروض والطبيعي، اللي انت بتكبر قيمه بلدك، لكن اللي انت تطلع تقول كل الفيديوهات دي متفبركه علشان بس تطلع سمعتك اللي انت خلاص مفيش حد من الجزائر يعمل كده. ولكن اللي انت ما تعرفوش يا عزيزي الجزائري ان الفيديوهات دي كانت طالعه من جانب الاتحاد الافريقي، يعني ملهاش اي علاقه باي تدخل من اي جانب مغربي. عزيزي الجزائري اللي انت طالع بتتكلم وبتقول الفيديوهات دي كانت متفبركه، الفيديوهات طالعه من جانب الاتحاد الافريقي، هو اللي سرب او هو اللي فحص الكاميرات وشاف مين هو اللي سرق الكرات. فالطبيعي والمنطقي بتطلع كاعلام بتعتذر، تطلع تعتذر عن اللي عملوه البعثه او اللي عملوه بقى الشخص، سواء هو عمل فردي او عمل جماعي ايا يكن، ولكن ولا لقينا اعتذار من الجانب الجزائري. حتى الاعلام طالع يفبرك الواقعه ويقول لك الواقعه غير حقيقيه والواقعه دي متفبركه والفيديوهات غير حقيقيه. كلام طبعا ما يدخلش عقل بني ادم، كلام فيه عدم تقدير كبير جدا جدا للسلطات المغربيه اللي ما رضتش تتعامل بشكل سيء حتى مع البعثه الجزائريه اللي اتعاملت مع الجماهير المغربيه بقله ادب. وكان في اعتداءات من البعثه الجزائريه في المغرب، اعتدوا على بعض الجماهير المغربيه وكانوا بيعتدوا على جماهير غينيا وكانوا بيعتدوا على كل الجماهير اللي كانت موجوده في محيط استاد مولاي الحسن. ولكن كل ده ما لقيناش اي رد فعل من الاعلام اللي المفروض هو اعلام بيوجه، المفروض هو اعلام موجود علشان ينصح البعثه الجزائريه، اللي هو كفايه فضايح كفايه فضايح، ما ينفعش تكون متواجد في دولة محترمة بحجم المغرب ويكون ده تصرفك ويكون ده سلوكك، سلوك غير محترم جدا عاملينه البعثة الجزائرية في المغرب. حاجة قلة الاحترام، حاجة ما ينفعش تكون موجودة، حاجة ما ينفعش نتقبلها احنا كعرب، حاجة يا جزائريين غير طبيعية اللي انتوا بتعملوه في المغرب، قلة أدب بشكل فج. لازم يكون في قرارات عاجله وحاسمه، لازم ولا بد يكون في قرارات عاجله وحاسمه من جانب الاتحاد الافريقي تجاه هؤلاء الاشخاص. الموضوع خرج عن جانب السيطره مع الجزائريين، هم موجودين لتدمير سمعه المغرب، وده عمره ما هيحصل زي ما قلت لحضراتكم. ولكن لو انت بتتكلم على بعض الكرات او انت يا سيدي عايز بعض الكرات، استأذن وخدهم، استأذن البعثة المغربية وقول لهم احنا محتاجين كرات، اكيد في كرات معاكم للتدريب، اكيد في كرات الجزائر، الجزائر بحجم الجزائر يبقى في بعثة رايحين عشان يسرقوا بعض الكرات. حتى حاجة رخيصة جدا 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 ما ينفعش تطلع من بعض الناس او بعض المسؤولين. الناس اللي موجودة في المغرب دول او البعثة الجزائرية في المغرب هم ناس مسؤولين، فقلة الأدب اللي حصل دي لابد يكون في عقاب عليها، عقاب وعقاب قوي، عقاب قوي. وقلة الأدب اللي بتحصل من بعض الجزائريين في ملعب مولاي الحسن أو ضد جماهير المغرب، لازم يكون في قرارات عاجلة وحاسمة.
لازم ولا بد يكون في قرارات عاجله وحاسمه صديقي واخويا المغربي. كل التحيه والتقدير والاحترام لحضراتكم اللي انتوا عندكم ضبط نفس لكل ما يحدث من البعثه الجزائريه. كل الاحترام والتقدير ليكم، كل الاحترام والتقدير، وتستحقوا يكون بطوله افريقيا 2028 في الجزائر، لانها بلد الامن والامان. ما شفناش اي تطاول من اي شخص مغربي. انا اسف، يكون البطوله تكون في المغرب، لان ما شفناش اي تطاول من اي شخص مغربي تجاه جزائري او مصري او تونسي او سوداني او ليبي او اي حد من المنتخبات الاخرى. كلهم ليهم كل التقدير والاحترام عند الشعب الجزائري، عن الشعب اسف المغربي المحترم والكبير، واللي مقدر ومحترم بلده ومحترم كل الدول العربية، حتى الدول الأفريقية اللي موجودة في البطولة. كامل الاحترام والتوفيق لإخواتنا المغاربة إن شاء الله بإذن الله، وتكون يعني بطولة أفريقيا بإذن الله، أو ملف أفريقيا 2028 إن شاء الله يكون لصالح المنتخب المغربي. كل التوفيق لاخواتنا المغاربه. نكتفي بفيديو النهارده. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.